مين هيبقى بطل كأس العالم قطر 2022؟ أنا يوسف التهامي العم. اهم ماتش السنه دي نهائي كاس العالم، والفرقتين بيدوروا على النجمه الثالثه وقاتلين نفسهم على المكسب. فرنسا حامل اللقب، ولا لو كسبوا النهارده هيبقى اول منتخب قدر يحافظ على لقب المونديال لدورتين ورا بعض من ساعه البرازيل ما عملت كده سنه 58 و62. جيل تاريخي ان الشباب بيلعبوا مع بعض من سنين طويله، ومعاهم حته دين لعيب ما يعلم بيه الا ربنا. الفرقه دي ابتدت المونديال بمكسب على استراليا 4-1، دخلوا على الدنمارك كسبوهم 2-1، فضمنوا التاهل وخسروا ثالث ماتش في المجموعه ضد تونس 1-0. لعبوا بولندا في دور ال 16 كسبوا 3-1، قابلوا انجلترا في دور الثمانيه كسبوهم 2-1 في ماتش متكافئ. في نص النهائي لعبوا رجاله المغرب وكسبوا 2-0، وجم للارجنتين في الفاينل عشان يحققوا ثالث كاس عالم في تاريخ فرنسا. الارجنتين بقى منتخب بيتكون من 10 اقماع وميسي، واي لعيب فيهم الكوره بتجيله بيدور على ميسي عشان يتصرفوا، وميسي يعتبر سبب رئيسي ان الناس كتير في العالم كله بتشجع الارجنتين النهارده عشان الراجل ده، واللي اعتقد ان هو ما كانش نفسه يقابل فريق زي فرنسا في الفاينل. ليه كده فرنسا؟ ليه بتقفلي عليا كده؟ ده انا الشوق حرقني. فرنسا انا مصدقك. الارجنتين بقى ابتدوا المونديال بدايه كارثيه، بعد ما خسروا من السعوديه 2-1 دخلوا تاني ماتش كسبوا المكسيك 2-0، وطلعوا على ماتش بولندا خلصوه بنفس النتيجه. قابلوا استراليا في دور ال 16 وكسبوهم 2-1، دخلوا عركه مع هولندا خلصوها بضربات الجزاء، وراحوا دايسين على وش كرواتيا في دور الاربعه وكسبوهم 3-0 عشان يقابلوا فرنسا في الفاينل ويدوروا على ثالث كاس عالم لبلدهم. بقول لي انت في الكومنتات، شايف امبابي وصحبته هيحسموها لصالحهم، ولا ميسي وشلته هيبقى لهم راي تاني؟